كشف بلاغ ولاية أم طنجة على تفاصيل وفاة الطبيب العسكري السابق مراد الصغير داخل مصلحة العناية المركزة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة. وفاة الصدد فدت البلاغ أن المعني بالأمر دخل نهار 12 نوفمبر الماضي مصلحة المستعجلات وهو كيعاني من أعراض صحية شديدة، تعذر معها على الطاقم الإداري بالمستشفى تحصيل بياناته التعريفية والتحقق من الهوية ديالو. وضافت المصدر بأن المصالح الأمنية تمكنت من الاهتداء إلى هويته كالطابق بشكل كبير مع بصمات الشخص المتوفى، واللي أكدت على أنه مسجل قواعد البيانات التشخيصية على أنه مقيم فرنسا ومصرح بأنه مستخدم. من جهة أخرى أكد مصدر أمني باللي أن الهالك قام بتجديد البطاقة الوطنية ديالو في فرنسا في سنة 2017 ودلا بتصريح قنصلي كيتضمن محل الإقامة ديالو في فرنسا وشهادة عمل بصفته مستخدم وماشي كطبيب، لأنه كان قد أحيل على التقاعد النسبي من مهنته الأصلية كطبيب عسكري وما دلاش من ديك الوقت بأي شهادة رسمية تفيد أنه كيسمح له مزاولة مهنة طبيب فرنسا. وحسب مصدر طبي كشف تقرير التشريح الطبي اللي نجزته الطبيب الشرعي باللي أن الوفاة كانت ناجمة على نزيف معوي. بالنسبة لوفاة الطبيب العسكري مراد الصغير، الوفاة ديالو كطرح مجموعة ديال الأسئلة، كثير من الغموض، كثير من الافتراضات وكثير من زوبعة من التعليقات وبزاف ديال الأمور اللي ما يمكنناش يعني كمتتبعين عاديين أننا نحكموا عليها ولا نصدروا فيها واحد القرار نهائي. لهذا فأنا غادي نخليكم مع واحد مجموعه ديال التصريحات بخصوص هذا الموضوع هذايا، وكيبقى يعني الحكم في الاخير للتحقيقات اللي غادي تنتهي بها هذه القضيه هذه، وايضا الحكم ديالكم نتوما يعني في نهايه هذا الفيديو. يعني تاكدوا ماشي تاكدوا ولكن تعطونا الراي ديالكم بخصوص هذا الموضوع هذا. شكرا للمتابعه والى الفيديو. ديال السبعينات دابا ديال مواقع التواصل الاجتماعي الامور كدور بالزربه. الله يدير شي تاويل الخير، الله يرحم سي مراد الصغير، ومره اخرى الله يرحمه ويوسع عليه ويدخلوا فسيح جناته. كنحلموا بمغرب افضل، ما بغيناش شي حاجه ماشي هي هذيك توقع، بغينا تفسير لهذه القضيه ديال 19 يوم اش وقع فيها، كيفاش مراد الصغير تلقى في رون بوين في طنجه اللي هو عامر بالناس، كون غير قلنا 4 الصباح ولا 3 الصباح، فين كان هاد 3 السيمانات؟ واش هي اللي كيدوي عليها هي اللي كان فيها في السبيطار؟ فين هما الكاميرات نتبعوا ويبينوا لنا؟ علاش لا؟ ويبين لها سي مراد الصغير المرحوم داز من هنا ها هو طاح، ها هو شتو، ها هو طاح، ها هما تجوقوا الناس، ها لومبيلونس جات داتو، المستشفى فيه الكاميرات في الدخول، ها هي دخلته لومبيلونس. على الاقل نرتاحوا في هذه ونعرفوها. غادي يبقى ديك 19 يوم اللي البوليس ما عرفوش، هذه فضيحه. والبوليس كانوا كيدقوا عليه في الباب، البوليس عاطينو الاستدعاءات، البوليس عارفينه فين كاين، لا دي اس تي عارفه فين كاين، جهاز غالبا لا جيت هو اللي عطاه ضمانات باش رجع من السويد للمغرب. ما يمكنش. هادو تساؤلات كنتمنى من النيابه العامه تجاوبنا، لان راه خطيره، هذه خطيره وما خصهاش تسجل علينا ان كانت شي اغتيال سياسي ولا هادي ولا ما يمكنش. وانا بعيده كاع باش هذه القضيه باش يبان انها طرف بلادنا، لان كنحلموا بمغرب افضل، وحنا عندنا تحديات وعندنا حوايج اخرى، ما نرجعوش للسبعينات. يعني دابا كاين شي حاجه اللي ما مفهوماش، شي حاجه كما قلت النيابه العامه تعطينا غير ها كاميرات، هو داز من هنا، هو مشى من هنا، هو مشى من هنا. هاد 19 يوم اللي ما عرفاش البوليس واش كاين شي اختلال في البوليس براسهم وسيتم معاقبتهم لان ما صيفطوش البيانات بالزربه ولا ما داروش ولا هذه. مهم غير يفسروا لينا وطمئنوا الناس.